وبالفيديو الممثلة خديجة أسد زوجة الممثل المغربي عزيز سعد الله الذي غادرنا قبل قليل إلى دار البقاء، في أول تصريح عالمي لها تكشف التفاصيل وسبب وفاة زوجها، وهذا آخر ما أوصاها بها. فقدت الساحة الفنية المغربية من جديد صباح اليوم أحد أعمدتها، فنان من الزمن الجميل طالما ارتبط اسمه باسم زوجته التي كانت دوما رفيقته في أعماله والتي دخلت قلوب المغاربة. الفنان المغربي عزيز سعد الله الذي اشتهر بدور أحمد في السلسلة الفكاهية الشهيرة لالا فاطمة، وقد اهتز الجمهور المغربي لوفاة هذا النجم العملاق عن عمر يناهز 70 عاما، وقد كان آخر عمل له وهو سلسلة ماشي بحالهم سنة 2018، والذي شارك فيه رفقة زوجته خديجة أسد. وقد خرجت قبل قليل زوجة الراحل بتصريح تداولته عدد من القنوات الإلكترونية المحلية، وقالت الفنانة خديجة أسد أن زوجة الفنان عزيز سعد الله تغمده الله برحمته قد أصيب مؤخرا ببعض المشاكل الصحية المتعلقة بشرايين القلب، مما أدى إلى دخوله المصحة الأسبوع الماضي، وحالته الصحية كانت مستقرة، لكنه كان من الحين إلى الآخر يطلب مني المسامحة، وكأنه كان متوقع أن أجله قد اقترب. وقد تفاجأنا صباح اليوم باتصال من المشفى يخبرنا أن عزيز سعد الله قد توفي. وتقول أيضا خديجة أسد قبل أيام أوصى